السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مندي الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وبمكونات بسيطة خالص. هنعمل احلى مندي فراخ. عندي هنا فرخة انا غسلاها وقسمها بالطول زي ما انتم شايفين كده ومنضفاها كويس جدا. هركنها على جنب ونجهز التتبيلة بتاعتها اللي هي معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الكركم ونص معلقة من بهارات الفراخ وعليهم نص معلقة من الفلفل الاسود وكمان ربع معلقة من لون الزعفران. كل ده هنقلبهم كويس قوي وعليهم ربع كوباية من الزيت عشان تدي للفراخ بتاعتنا لون حلو جدا ولون جميل وكمان تديها التحميره الحلوه بتاعتها. خلاص هنجيب الفراخ بقى بتاعتنا. هحط بس ورقه كده عشان اللون ما يمسكش في الطبق بتاع لون الزعفران. هبدا بقى ان انا ادهن الفرخه كويس جدا جدا بالشكل اللي انتم شايفينه ده من كل الجوانب وهقلبها على الناحيه التانية وبنفس النظام هندهنها كويس قوي ولتاكيد اللون قلبتها واديتها كمان دهنه. خلاص هنركن بقى الفراخ بتاعتنا نص ساعه كده على جنب في التتبيله ونجهز الرز. عندي هنا كوبايتين من الرز انا غسلتهم. هحطهم في الحله زي ما انتم شايفين كده. كل اللي عملتهم ان انا غسلتهم ونقعتهم ربع ساعه بس. هحطهم في الحله واحط عليهم التوابل. معلقه كبيره من الملح وعليهم 4 فصوص من الحبهان وعليهم ورقتين من اللورة وكمان عودين من القرفه الخشب وعليهم اربع وحدات من القرنفل، ما نزودش عن كده، وعليهم كمان 2 من اللومي. ما نزودش القرنفل عشان ما يغطيش على طعم الرز. خلاص هجيب بقى الوقت الميه المغليه. عندي لكل كوبايه رز هحط لها كوبايه ونص من الميه وكمان ربع كوبايه من الزيت وخلاص كده الرز بقى جاهز معايا. اظن مفيش اسهل من كده. هجيب بقى ورق الومنيوم فويل زي ما انتم شايفين كده، هضغط عليه من النص عشان اعمل فيه تجويف كانه طبق كده واقفله كويس قوي. وهجيب كمان طبقه عشان تبقى قويه ما تاخدش الفراخ الورقه الواحده ممكن تاخد الفراخ وتنزل. وهعمل طبقتين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهجيب العود بتاع الشيش طاووق وهبدا اعمل فيها فتحات بالشكل ده كده عشان البخار هو اللي هيسوي الفراخ وكمان عشان التتبيله تنزل على الرز. هرص الفراخ بتاعتي بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده وهغطيها كويس قوي بالالومنيوم فويل وهدخلها الفرن على درجه حراره 200 لمده ساعه ونص. خلاص كده الفراخ بقت جاهزه معانا. نسيبها في الفرن ونعمل سلطه الدقوس. عندي بقى هنا المكونات سلطه الدقوس: عود من الكزبره الخضراء وكمان ليمونه وطماطمايه وقرن فلفل من البارد وقرنين 3 من الحار و5 فصوص من الثوم وبس كده. حطينا كل دول مع بعض في الكبه زي ما انتم شايفين وعصرنا الليمونه. هنضربهم ضربه بسيطه وبعدين نزود الملح نص معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الكمون وكده بقت سلطه الدقوس سهله معانا وبسيطه وما خدتش مننا اي وقت. تاكلوها بقى جنب المشويات جنب المندي جنب اي حاجه حلوه جدا. خلاص نركنها على جنب بقى ونشوف الفراخ بتاعتنا. هنا بقى انا هكشف الفراخ واتاكد ازاي ان هي استوت. هاجي من جنب الورك كده من الجنب واشوفه. لو لقيت ان الفراخ اللحم ساب العظم بالشكل ده كده اعرف ان هي استوت. افتح الشوايه لمده 5 دقايق وانا واقفه قدامها عشان تاخد اللون الذهبي الجميل ده وخلاص كده الفراخ استوت معانا. نشوف بقى الرز وجماله. عايزه اقول لكم الرز ده من احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها والاكل عامه سهله جدا وسريعه جدا جدا ما خدتش مني اي وقت ولا مجهود كلها في حله واحده في الفرن. الرز مفلفل مفيش ولا حبايه لازقه. هوريكم دلوقتي الحله. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير وتشتركوا في قناه مطبخ الهنا وتفعلوا الجرس. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله.